السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمود زايد وفيديو جديد وحلقة جديدة عن استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم. تكملا للفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن موقع فريبك وازاي تستخدم الذكاء الاصطناعي عليه او ان هو ازاي قدر انه يدخل ميزة الذكاء الاصطناعي في الموقع علشان تولد الصور عليه. ولّدنا صورة أو عملنا صورة بسيطة كده، يعني حاجة ممكن نقول عليها بسيطة. النهارده هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي على FreeBuild بالتفصيل بس بعد الintro. زي ما قُلنا في الفيديو اللي فات، موقع FreeBuild بدأ إن هو يدخّل ميزة الAI أو الAI Image Generator في الموقع عنده، بحيث إن أنت تكون مواكب التطوّر اللي بيحصل أو هو يكون مواكب التطوّر اللي بيحصل. كمان بنشوف مواقع كتير ممكن تكون هتدخّل الذكاء الاصطناعي أو بالفعل دخّلت الذكاء الاصطناعي في توليد الصور عندها. بس خلّينا نتكلّم عن FreePic لإن هو إحنا قُلنا الموقع الأعم والأشمل بالنسبة للمصممين. لو أنت ما اتفرّجتش على الفيديو اللي فات أنصحك تروح تتفرّج عليه. إحنا سجّلنا على الموقع وشُفنا إزاي ممكن تكتب كود ولو صغير، وشُفنا النتيجة اللي طلعت. إلى حدٍ ما النتيجة اللي طلعت كانت كويسة بالنسبة لموقع FreePic. يعني أنا موقع FreePic دايمًا باقول عليه إن هو آآ موظف حكومة، يعني إمكانياته إلى حدٍ ما حاجات بسيطة، أو بيطلّع صور طبعًا مقارنةً بمواقع تانية زي Shutterstock وiStock والحاجات دي. فFreePic يعني على قدّه شوية. فإحنا عايزين النهارده نشوف هو فعلًا على قدّه في الذكاء الاصطناعي أو هينصفني في موضوع الذكاء الاصطناعي والّا يعني لسه بدري عليه. يعني هنقارن كده ما بين الذكاء الاصطناعي في FreePic وMidjourney. وطبعًا التفوّق هيكون لMidjourney لإن Midjourney دلوقتي في الversion الخامس ليه، وFreePic لسه يا دوبك سنة أولى AI أو سنة أولى تصميم بالذكاء الاصطناعي. بس مش هنخسر حاجة لو قارنا المقارنة البسيطة دي. طيب إحنا المرّة اللي فاتت لمّا فتحنا FreePic بالمنظر ده، أنت هتيجي بس تدوس على كلمة more وهتلاقي AI generator، هتلاقي إن هو بيفتح لك الواجهة دي FreePic AI image generator. ممكن لو أنت نزلت تحت أنت طبعًا هتكتب في الdescription بتاعك هنا، يعني الصورة اللي أنت عايزها هتطلع هتكتبها هنا. بس أنت لو نزلت تحت شوية بالscroll بتاع الماوس كده هتلاقي بعض الصور اللي هو مولدها. وليكن مثلًا أنا هانزل لتحت كده شوية، شوية صور كويسين. هو ده وصف طبعًا اللي أنت ممكن تعمل إيه على الموقع. بس أنا مثلًا لو جيت على صورة القطة دي وهاجي هنا view in detail، هتلاقي إن هو بيقول لك إن ده الdescription بتاع الصورة: a happy cat with haired sheep sunglasses 3D render 1 في 1. ده الaspect ratio اللي إحنا قُلنا عليه في midjourney، اللي هو عايز الصورة 1 في 1، نسبتها 1 في 1، طلع لك مربع. الصورة جميلة جدًا. يعني هنا والstyle بتاعي 3D، الstyle بتاعي أنا عندي فوتو وعندي ستايلات هنشوفهم دلوقتي، بس أنا ده الstyle بتاعي 3D. بس الصورة بالنسبة لي حلوة جدًا، يعني مش متوقع من FreePic إن هو يعمل حاجة زي كده. فدي مجموعة الصور اللي هو منزّلها. ممكن مثلًا نشوف 3D، ممكن ونشوف الفوتو، نشوف مثلًا توليده في الصور هيبقى عامل إزاي. ده مثلًا شكل الصور اللي هو مطلّعها، يعني أمثلة حلوة جدًا والله وشكلها جميل. يعني تعالَ مثلًا نشوف دي عشان ممكن أميل للصور اللي زي دي. الtext أو الdescription المكتوب أو الprompt المكتوب صغير جدًا، حاجة بسيطة بس مطلّعة لي الصورة حلوة، يعني الصورة شكلها حلو. طيب علشان نتأكد بقى من الموضوع ده، ما تيجي كده نروح على midjourney، نجيب description أو نجيب prompt مثلًا من اللي معمول على midjourney جاهز، ونجرّبه في FreePic ونشوف النتيجة هتبقى عندي عاملة إزاي. يعني مثلًا لو جينا على midjourney كده ولقيت الصورة دي، الصورة دي شكلها حلو وأنا بصراحة عايز أعجّز FreePic، يعني عايز أشوف أجيب آخره، أشوف مثلًا ممكن يطلّع لي الصورة بالتفاصيل اللي midjourney مطلّعها لي دي والّا لأ. فكل اللي أنا هاعمله هاخد بس الprompt ده، أعلّم عليه كده وهاجي click يمين وهاختار من هنا copy text وأروح على الAI image generator اللي موجود في FreePic، وهاجي في الdescription هنا بس خليك خفيف عليه كده وآجي click يمين وهاعمل paste. تمام. طبعًا الزيادات اللي في الصورة دي هابتدي إن أنا أشيلها. يعني هاحاول إن أنا أخلّي الكود أو الprompt ده نضيف شوية الحاجات الزيادة دي. تمام. يعني إلى حدٍ ما هو كده آخره turn future. تمام زي الفل. وهادوس على generate. بس الstyle ثواني، أنا ممكن الstyle ده عايز أخلّيه photo، عايز أخلّيها صورة، وهاعمل generate.
دي النتيجة اللي Freepic مطلّعها لي، بصراحة يعني ما كنتش متوقع إن هو يطلّع حاجة زي كده، يعني لسه في كمان في صور، يعني هو مطلّع لك النتيجة دي أول واحدة، في مثلًا دي، وفي دي، ودي كمان، طلّع لك 4 نتايج، شكلهم حلو، بصراحة يعني شكلهم حلو. طيب ما تيجي نغيّر الstyle كده، يعني أنا مثلًا لو جيت على photo خلّيتها مثلًا 3D، هاعمل generate new image، دي النتيجة اللي طلعت لي من الstyle اللي هو 3D بدل photo، يعني مثلًا دي شكلها مبشرة شوية، دي إلى حدٍ ما شكلها مبشر، شكلها حلو، يعني مش شبه طبعًا midjourney أو شبه دي، بس بالنسبة لFreepic وإمكانيات Freepic فدي حاجة جامدة جدًا، يعني كون إن هو يطلّع حاجة زي كده سنة أولى ليه، لأ، نتيجة غير متوقعة، نتيجة جامدة جدًا، ولو اتطوّر عن كده ممكن إن هو مش عايز أقول ينافس midjourney بس هيطلّع نتايج كويسة، وببلاش، يعني ده ببلاش إلى حدٍ ما، بيدّيك مثلًا 10 صور في اليوم أو 10 generate في اليوم، فهتبقى حاجة كويسة يعني. يا عالِم بقى ممكن يعمل اشتراك أو ممكن إن هو يقلل عدد الصور دي في المستقبل، بس خلّينا نشوف مثال تاني على midjourney ونيجي نجرّبه على Freepic. فلو إحنا جينا كده على midjourney بصّينا مثلًا على حاجة زي دي، تعالَ برضه إحنا عايزين نعجّزه، يعني هو طلع كويس في أول صورة، لو إحنا جِبنا مثلًا حاجة زي كده دوسنا copy، جينا على الimage prompt بتاعتنا أو الdescription بتاعنا وعملنا paste، دوسنا generate new image، يعني النتيجة إلى حدٍ ما شكلها حلو، والله ما هنظلمه، أنا كان نِفْسي إن أنا أعجّزه بس بصراحة النتيجة شكلها حلو، يعني مثلًا النتيجة دي أو دي أو دي ودي كمان، لأ شكلهم دي حلوة أوي، دي شكلها حلو، كمان الstyle بتاع 3D، طب ما تيجي نجرّب كده نخلّيه photo، يعني مثلًا نخلّيه photo وهادوس على generate new images، الphoto بصراحة مش أفضل حاجة، 3D كان أحسن منها، يعني دي حاجة النتيجة التالتة دي حاجة لأ وحشة جدًا، دي كويسة إلى حدٍ ما، يعني ناتج أو مطلّع الوصف كويس، شكله كويس. فال3D في الحاجات اللي هي يعني الإيه، الفانتازيا أو الحاجات اللي هي الخيالية دي، ممكن تطلّع لي الشكل أفضل من الفوتو. بصراحة Freepic خيّب ظنّي، إن أنا كنت مفكّر إن هو عقيم زي الصور اللي هو بيدّيها لنا، بس بصراحة النتيجة على الذكاء الاصطناعي بالنسبة لسَنة أولى دي حاجة كويسة، أنا باتكلّم عن سَنة أولى ذكاء اصطناعي. أو في أول version ليه بالنسبة للذكاء الاصطناعي، حاجة جامدة جدًا ومتوقع له إن هو يتطور أفضل من كده ويقدّم لي صور أو تفاصيل أفضل طبعًا من كده. إحنا جِبنا الprompt بتاعنا من على midjourney علشان بس نشوف نورّي الناس الفرق ما بين الاتنين، التفاصيل على midjourney طبعًا أحلى بكتير، على Freepic زي ما قُلنا بالنسبة للمقارنة لأول مرّة، فدي حاجة كويسة جدًا. متوقعين التطور، إن شاء الله يطلّع لي صور أفضل من كده، وأتمنى إن هم ما يقللوش عدد الصور اللي هي بيدّيها لك في اليوم، يعني أنت مثلًا هنا هو بيدّيني 10 صور تقريبًا لمّا بتسجّل بالإيميل بتاعك، قبل كده بيدّيك 3 صور، أتمنى إن هم ما يقللوش عدد الصور دي، والصور دي بتتكرر كل يوم أو بتتجدد على مدار اليوم. هيبقى معانا فيديوهات تانية كتيرة جدًا بنجرّب فيها FreePic لإن هو الناس كلّها بتستخدم FreePic، يعني الناس كلّها بتبقى على طول على FreePic، فطالما هو بيستخدم الذكاء الاصطناعي فليه لأ، إن إحنا نجرّب عليه مرّة و2 و3. عشان ما نطوّلش وقت الفيديو أكتر من كده، فإحنا هنكتفي بهذا القدر، بس هتستنونا في فيديوهات جاية، يا ريت بقى ما تنساش تعمل subscribe للقناة وتفعّل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد، وبرضه ما تنساناش من اللايك والشير.